الكلام ده اشتغاله، والصح ان انت عشان تتخلص من السمنه الموضعيه ان انت اول حاجه تعمل انبادي. بعد ما تعمل انبادي تعرف انت جسمك، يعني تعرف الجول النهائي بتاعك تنزل كام كيلو. يعني زي مثلا الانبادي قال لك والله انت المفروض تنزل 7 كيلو او 8 كيلو او 9 كيلو. الحل ان انت بعد ما بتعرف العدد الكيلوهات اللي انت محتاج تنزلها دي بتحط فتنس بلان. الفتنس بلان دي بتبقى واقعيه، والهدف الاساسي من الفتنس بلان دي ان انت تلتزم بيها يعني مثلا لو انت هدفك تنزل 10 كيلو، فاحنا كده ممكن نقول ان انت ممكن تحط لنفسك تارجت 3 كيلو كل شهر. تمام. طيب انت عشان تنزل 3 كيلو دهون كل شهر دي محتاج ان انت تعمل حاجتين. محتاج الحاجه الاولانيه ان انت تبقى اكتف، ان انت تبتدي تتحرك بمعدل اعلى من اللي انت كنت بتعمله، سواء بقى كنت تمارس رياضه مثلا، تمشي، تروح الجيم، تعمل تمارين في البيت. والحاجه التانيه ان انت تبتدي تاكل كميات اكل اقل من اللي انت بتاكلها. تمام. لو انت مثلا جسمك 2000 كالوري بيثبتوا وزنه، وانت كل يوم بتاكل اكل كتير